بيان إلى الرأي العام أن التعايش المشترك لشعوب المنطقة وتبني المشروع الديمقراطي دق مضاجع قوى الظلام، مما جعلها تستهدف المناطق الحرة بأشرس الهجمات الوحشية. فها هي رعية الإرهاب وقوى الظلام الدولة التركية تستهدف مناطقنا بهمجية ممنهجة بغية كسر المشروع الديمقراطي وإرادة الشعوب. إن الرجل المريض أردوغان وبغية تحقيق مكاسب حزبية داخليا وللتهرب من فشله في قيادة الدولة التركية نحو الاستقرار والانتقال بها لمصاف الدولة الديمقراطية، فقد قام بمسرحية تفجير اسطنبول كذريعة لخدمة أجنداته الانتخابية ولتصدير فشله داخليا. فقام بهجمات عشواء على مناطقنا مستهدفا المدنيين والبنى التحتية. فتركيا تمارس إرهاب دولة على الشعب السوري برمته، وهي تحاول احتلال مناطق جديدة بحجج وهي بغية إحداث تغيير ديموغرافي يخدم مشاريعه التوسعية في المنطقة. إن الطورانية التركية تحاول استعادة أمجاد الدولة العثمانية بالاعتماد على قوى الظلام من الإخوان والدواعش، وغير دليل على ذلك استهدافها لقوات حماية مخيم الهول للاستعانة بمرتزقة داعش. إن الدولة التركية وفي هجماتها تستخدم الأجواء الخاضعة لسيطرة روسيا والتحالف الدولي، وهذا خير دليل على أنه ليس للشعوب سوى أن تتوحد وتتكاتف في وجه القوى الاستعمارية، وعليه فإنه على الدول الضامنة القيام بواجباتها بوقف العدوان التركي فورا، وكذلك على الدولة السورية حماية أراضيها ووحدتها وتحمل مسؤولياتها السيادية والقانونية. على تركيا أن تعرف بأنه لن يمكنها هزم إرادة الشعوب وعزيمته، فهذه الهجمات ستوحد شعوب المنطقة وتزيده تقربا والتصاقا بقيادته وقواته. إننا في اتحاد المحامين فرعي الحسكة والشركانية في الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات الهجمات الفاشية للدولة الاحتلال التركي، فإننا نعاهد شعبنا بأن نكون الطليعة الواعية لتطلعاته، وأن نتحمل كامل مسؤولياتنا القانونية لتدوير جميع المجازر والقضايا وإظهار الحقيقة وإحالة المسؤولين للقضاء الدولي والقصاص من القتلة، المجد والخلود للشهداء، الشفاء العادل للجرحى، الخزي والعار للقتلة.